كانت ليلى بتفرش المفرش الجديد اللي اشترته لجهازها وهي بتغني أغنية رومانسية بصوتها الهادي. جوزها أحمد كان واقف في البلكونة بيشرب سيجارة وبيراقب النيل الساكن في الليل. كانوا لسه متجوزين بقالهم شهرين وكل حاجة كانت وردي في حياتهم. قرروا يقضوا إجازة طويلة بمناسبة أول سنة جواز، واختاروا مكان محدش يعرفه، واحد سيوة الساحرة. أحمد كان دايما بيحب الأماكن الغريبة والغامضة وقرأ كتير عن سيوة وتاريخها القديم وأساطيرها. ليلى في الأول كانت مترددة، حاسة إن المكان بعيد قوي ومش مألوف، بس حبها لأحمد خلاها توافق. حجزوا في فندق صغير اسمه واحة الأحلام، شكله كان تقليدي وبسيط، مبني بالطوب اللبن وسط النخيل. لما وصلوا سيوة الجو كان خرافي، السما صافية بالليل والنجوم باينة